سيجاره بس سيجاره بس يقول لك بيشرب حاجه ثانيه كذاب، بقول لك هو خرق له عينيه. مصطلحات كده لا ما بيشربش حاجه غير السيجاره ولا حبايه ولا اي حاجه ياخدها وما بطلش يحكي. الله يرحمه. هنا يعني ظهور أسرة الصغار اللي توفوا على يد والدهم بالداخلية. أولا البقاء لله. عرفتي بقى بالخبر ازاي يا حاجة؟ بالليل انا كنت بكلم ستهم عندنا خطوبه النهارده، بعدين نضحك ففجاه لقيت الفيس مقلوب قال لك ده عصام قتل العيال. فانا جريمة بشعة تهز القلوب في الدقهلية انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي لحظة واحدة تحول أب من حضن أمان إلى عنوان رعب من قلب الدقهلية وتحديدا مدينة نبروت. وقعت جريمة تخطت حدود العقل والمنطق، جريمة مش بس بشعة، دي جريمة بتكسر القلب وتخليك تسأل أكتر من مرة هو الإنسان ممكن يتحول إلى وحش بالشكل ده؟ الجاني ويدعى عصام العزباوي بدأ جريمته بطعن زوجته داخل محل أجهزة منزلية. مش بس كده، ده بعدها رجع على بيته وقفل الباب على نفسه وأنهى حياة أولاده الثلاثة، مريم ومعاذ ومحمد. أطفال كانوا كل أملهم في الحياة إنهم يلعبوا ويضحكوا، فجأة واتسحب منهم كل دوت، وللأسف بإيد مين؟ بإيد أبوهم اللي المفروض يكون هو الدرع والسيف والظهر اللي بيتسندوا عليه ويتعكزوا من مرارة الأيام. الزوجة نجوى اللي اتطعنت أكتر من 16 طعنة وماتت بعد محاولات إنقاذ، وللأسف بقت كلها بالفشل. الأطفال الثلاثة اتخنقوا وماتوا للأسف داخل شقتهم، وسط صرخات واستغاثات من الأب، وللأسف الجيران سمعوا بس ما قدروش ينقذوه. الغريب بقى بعد ما خلص الأب جريمته البشعة كتب منشور على الفيسبوك وبيودعهم كأنهم ماتوا لوحديهم وكأنه هو ما يعرفش مين اللي قتلهم. وسبحان الله أنهى حياته بنفس البشاعة اللي بدأ بيها جريمته. في النهاية ألقى بنفسه تحت عجلات القطار في طلخة. احنا مش قدام جريمة قتل وبس، احنا قدام انهيار كامل للإنسانية. ازاي أب يقتل زوجته وأولاده بالطريقة البشعة دي؟ ولازم نسأل نفسنا فين الدعم النفسي وفين التدخل قبل ما الناس توصل للانفجار. الجريمة دي مش بس لازم تحقق فيها النيابة، ده لازم يتحقق فيها المجتمع كله. السكوت على الألم بيولد وحوش، والنتيجة أطفال في الأكفان وزوجة ماتت في دمها. يا ريت تشارك الفيديو واكتب رأيك وخلي صوتك يوصل، لأن اللي حصل في نبارو مش لازم